علشان تعرفوا انا عملت ازاي اللحمة الحلوة دي الجامدة جدا بتاعة المطاعم اللي طعمها واو. عملتها بطريقة بسيطة جدا، هو ان انا جبت زبدة وشوية زيت وحطيتهم على طاسة. جبت اللحمة الجامدة جدا دي وحطيتها كده، بتعمل تس وبنبعد على طول. اول ما احس انها خدت وش هروح جايه قلبها على الوش التاني زي ما انتم شايفين كده. طبعا شكلها تحفة جامد جدا. وبعدين هضيف عليها توم فصوص ومشروم، ما عندكوش مشروم مش مشكلة، مش تفرق. أم وبعدين هرش شوية ملح وهرش شوية فلفل، وبعدين هحط كده شوية تشيلي فليكس، ودي اختيارية يعني للي بيحب الحاجة سبايسي. اول ما احس انها ابتدت تاخد وش على الجزء التاني احط شوية مية، مش كتير، ممكن تحطوا كريمة بس انا ما حطيتش كريمة علشان تبقى صحية. أم، بس كده هسيبها تشرب ميتها، وبكده تكون احلى واجمد اللحمة معانا النهاردة. ما بتاخدش 10 دقايق على النار. وبس كده، ما عنديش حاجة تانية اقولها بصراحة. هنحطها في الطبق وهنقدمها بالشكل اللي انتوا شفتوه، واشوفكم الفيديو اللي جاي.